أهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من قناة ريمين كيمي أو قناة مصري. درس النهاردة إن شاء الله هيكون عن أدوات الربط. أول حاجة هنتكلم عن أدوات الربط، هنتكلم عن أدوات ربط الإضافة. أدوات ربط الإضافة دي اللي هي بتربط بين المضاف والمضاف إليه. ناخد مثال توضيحي، يعني احنا بنقول مثلا وقت الصلاة. وقت الصلاة في اللغة العربية مفيش أداة بينهم، بين المضاف والمضاف إليه. لكن بالعامية بنبقى فاهمين الوقت بتاع الصلاة. احنا بقى هناخد الحتة العامية اللي هي بتاع الصلاة دي ونحط لها أداة في اللغة القبطية. احنا عندنا نوعين من أدوات ربط الإضافة، أداة منفصلة انتي، أداة متصلة اللي هي إن بتتحول لإم قدام الحروف الشفهية، طبعا تسهيلا للنطق. طب إيه هي الحروف الشفهية؟ اللي هم الفي، الفيتا، المي، الإبسي، البي. طبعا دي لو حد خد باله، يعني مثلا زي كلمة أنبوبة احنا بنقولها بالميم، هي المفروض أنبوبة لكن احنا بنقولها ميم. ليه؟ لأن زي عشان تسهيلا للنطق. يبقى هنعرف إن الإن دي بتتحول لإم دايما لو قدام أي حروف، أي كلمة بتبدأ بحروف شفهية من الخمسة دول. هو هناخدها إن شاء الله على طول، يعني قاعدة عامة يعني. طيب نبدأ بالأداة المنفصلة اللي هي انتي. لو حبيت أقول أبناء النور بقول ني شيري انتي بي او اويني. ني طبعا دي أداة تعريف قوية، وشيري ابن، يبقى بقت الأبناء. طب هنا معرفة ليه؟ لأنها معرفة بالإضافة. حد ممكن يقول لي دي أبناء، لا هي الأبناء لأنها معرفة بالإضافة. أبناء لا أقصده يعني ليه حطينا لها أداة تعريف مع إنها مكتوبة أبناء نكرة؟ لا هي معرفة بالإضافة. نيشيري أبناء، انتي او بي او اويني. البي طبعا دي أداة تعريف للنور مذكر. مثال تاني، اب اورو انتي تي هيريني ملك السلام. الاب دي طبعا أداة تعريف خاصة، وجت قصاد الأوميكرون إبسلون عشان جه بعده حرف ساكن، فما خدناش قاعدة اف، خدنا قاعدة اب. انتي تي طبعا دي أداة التعريف المؤنث التي، وهيريني السلام. مثال ثالث، نين رومي انتي افنوتي رجال الله، يعني الرجال بتوع الله. نين أداة تعريف خاصة بتيجي مع جمع الإضافة، ورومي رجل بقت رجال مع قدام الأداة. انتي أداة الإضافة المنفصلة. افنوتي أدي الإف دي أداة تعريف خاصة للمفرد المذكر، ونوتي إله، وهنا خدنا إف عشان جت حرف الني وراها اللي هو حرف فيلمنور، حرف من حروف فيلمنور. طيب دي بالنسبة للأداة المنفصلة. لازم في ملاحظة نعرفها في الأداة المنفصلة، إن لو بدأت الجملة بأداة تعريف قوية لازم نستخدم أداة إضافة منفصلة. يعني لو قلت ني أو بي أو تي لازم أحط انتي. طب لو بدأت بأداة تعريف خاصة ممكن أحط انتي وممكن أحط إن أو إم، والاتنين صح. يعني هنا قلت هنا اب اورو، ادي الاب اداه تعريف خاصه خدنا انتي، وهنا هناخد الاب برضو بشويس اني جوم رب القوات، ادي الاب اداه تعريف خاصه، تشويس رب، ان اداه ربط اضافه، ني جوم، الني طبعا اداه جمع، وجوم قوه، يبقى بشويس اني جوم اللي هي رب القوات. يبقى الاداه الخاصه ينفع احط اداه متصله وينفع احط اداه منفصله، الاثنين صح. لكن لو بدات الجمله باداه قويه، اداه تعريف قويه، ني او تي او بي، لازم احط انتي بس. طيب ناخد مثال توضيحي تاني، نين شيري ان ادام ابناء ادم. طيب ناخد كمان واحد اللي هو نين رومي ام فنوتي. لاحظوا هنا اهي، ادي نين خدت الاداه المنفصله، الأداة نين خدت الأداة المتصلة والأداة المنفصلة. نلاحظ حاجة هنا بقى، نين رومي ام فنوتي، حولنا الان لام عشان افنوتي بدأت بحرف شفاهي، بقت نين رومي ام فنوتي وليس ان فنوتي، هتبقى نين رومي ام فنوتي يعني رجال الله. ده بالنسبة لأدوات ربط الإضافة. يبقى أداة منفصلة
الانتي أداة متصلة إن أو إم. تاني حاجة هناخدها في أدوات الربط، هناخد أداة ربط الصفة. أداة ربط الصفة هي أداة ربط الإضافة المتصلة اللي هي الإن بتتحول لإم قدام الحروف الشفهية. يعني هناخد دي بس اللي هي الإن بتتحول لإن، مفيش أداة منفصلة لربط الصفة. أداة متصلة اللي هي الإن بتتحول لإم قدام الحروف الشفهية. طيب عامة بيجي الاسم الموصوف في الأول بعد كده الصفة في اللغة القبطية. زي مثلا زي العربي بنقول عهد جديد، بنقول عهد في الأول وبعد كده جديد الصفة نفسها بعدين. لكن في بعض الصفات معينة زي كبير صغير بتيجي تسبق الاسم الموصوف. دي هندرسها إن شاء الله لما ندرس الوصف بطريقة مفصلة. طيب ناخد أمثلة على أداة ربط الصفة. بنقول أو اشتين ام فيري، قميص جديد. دي الأو دي أداة تنكير، واشتين قميص. ام أداة ربط صفة اتحولت من ان الام قدام الحروف الشفهية عشان جه بعدها حرف الفيتا. طيب بقول اكليل ذهب، او اكلوم النوب. او أداة تنكير، اكلوم اكليل، وان أداة ربط صفة، نوب ذهب اللي هو الصفة نفسها. طيب بعد كده ناخد على المعرف افرومي ان صافي. افرومي الرجل، ان صافي الحكيم. الان دي اداه ربط الصفه. المناره الذهبيه بنقول اثلخنيا النوب. ادي الان برضو اداه ربط صفه. طب انا دلوقتي عندي الان هنا وعندي الان هناك، دي واحده اعرف ازاي ان دي بتاعت ربط صفه ولا دي ربط اضافه؟ انا عشان اميز بين ربط الاضافه وربط الصفه، لو لاحظنا هنا ان الاداه ربط الصفه بين الاسمين، بين قميص وجديد، في الاولى خدت اداه تنكير او تعريف، الثانيه ما خدتش، الاسم الثاني ما خدش. يعني اداه ربط الصفه في الاسم الثاني ما بيجيش بعديها اداه تنكير او تعريف. طيب في ادوات ربط الاضافه في الاسمين المضاف والمضاف اليه بيحتاجوا اداه تعريف او تنكير. على سبيل المثال هنا بقى لما اقول اتقصبي ان ني ريمين كيمي، لغة المصريين، اللغة بتاعة المصريين. ادي أداة التعريف المؤنث للغة اللي قصبي لغة. ان أداة ربط إضافة. اني أداة جمع. ريمين كيمي مصري بقت مصريين، يبقى لغة المصريين. دي بقت مضاف ومضاف إليه، لغة مين؟ اللغة بتاعة المصريين. يعني الني دي خلت الان دي مضاف، أداة ربط إضافة. طب المثال الثاني لما اقول اتقصبي ان ريمين كيمي على طول من غير ني، بقت اللغه المصريه. يعني انا وصفت اللغه كانها مصريه. يعني الاداه اللي هنا اللي شلناها دي حولت دي الني دي، حولت الان هنا من اداه ربط اضافه خلتها لما شلتها اداه ربط صفه. يعني اداه ربط الصفه الاسم الثاني مش بيحتاج اداه تعريف او تنكير، لكن في أداة ربط الإضافة الاسمين المضاف والمضاف إليه بيحتاجوا أداة تعريف أو تنكير. نكمل المرة الجاية إن شاء الله.